النهارده انتقلنا لكنيسة الإنجيلية بالأقصر التي تم إصدار قرار من السيد رئيس الوزراء بإزالتها لأنها تقع على طريق الثاني والنهائي من طريق الكباش. ومعنا جناب القس كرم محروس لتوضيح الأمور بالضبط. أهلا مرحبا بك جناب القس. اهلا وسهلا بحضرتك. فعلا بعد بعد الخبر اللي اتنشر في الجرايد من اسبوعين، اجتمع وفد الكنيسه الطائفه الانجيليه في مصر مع سياده محافظ الاقصر في مبنى ديوان المحافظه بالامس يوم 6/12، وكان اللقاء يتسم بالود والترحيب الحار من سيادته بالوفد وتقديره للوفد في مجيئه من القاهره. واحنا بنشكر ربنا لاجل العلاقات اللي بتسود بين قياداتنا في الكنيسه وقياداتنا التنفيذيه في بلادنا. والسيد المحافظ قام بعرض واتفاق مع الوفد الطائفه بانه يمنح الكنيسه قطعه ارض مساحتها 2000 متر، تقوم الكنيسه بعمل رسومات لعمل قاعه للكنيسه على مساحه 850 متر مع استراحه وسكن للراعي ومكتب للراعي لاستضافه الضيوف. ثم بعد مقابله الوفد مع سياده المحافظ في ديوان المحافظه، قابل السيد المحافظ وله كل التقدير انه شرفنا في الكنيسه مع الوفد، ودي حاجه من الحاجات اللي اسلجت صدورنا وزادت احترامنا لسياده المحافظ، وشفنا فيه ازاي هو كأب محب بيقدر يرعى شعبه ويقدر يتعامل مع كل الفئات المختلفة في رعايته لشعبه في محافظة الأقصر. واحنا من هنا بنشيد بالتطوير ونشيد بمجهوده في إسراء وإحياء التراث الفرعوني، في إحياء الأقصر كمدينة عالمي، متحف مفتوح عالمي. قام سيادته بعد ذلك بمرافقة الوفد بنفسه مع مجموعة من المهندسين والسياسيين من المحافظة إلى الأرض البديلة ومشاهدتها على الطبيعة، وله جزيل الشكر، والوفد يسجل له مع شعب الكنيسة وفرحة شعب الكنيسة بما تم وما يتم، لأنه سيادته وعد بأنه بعد إتمام الرسومات من جهة الكنيسة وموافقة المحافظة عليها سيتم بناء المشروع بتمويل من المحافظة بالكامل. طب احنا بنسأل جنابك معلش، احنا كنا عاوزين نوضح للسادة المشاهدين الأحداث. طبعا هي الكنيسة الإنجيلية بتقع على طريق كباش، وتم إصدار قرار من السيد رئيس الوزراء بإزالتها، وبذلك تم التعاون مع السيد المحافظ الأقصر، وتم اللقاء مع قيادات وفد سندس النيل، وتم الانتقال على الطبيعة إلى الكنيسة الإنجيلية. وده شعور طيب من سيادة المحافظ طبعا إنه هو بيرعى الكنيسة الإنجيلية أو بيرعى جميع الطوائف، ومعاملة كويسة ومستقيمة. لكن احنا بنسأل حضرتك، ال 2000 متر دول الدولة أو المجلس الديوان المحافظة تبرع بيهم للطائفة؟ 2000 متر تخصيص من المحافظة لبناء الكنيسة الإنجيلية عليها في الأقصر، في الجزء الثاني من الأقصر، الجزء الشرقي من الأقصر، شرق السكة الحديد. يعني تقع شرق السكة الحديد؟ تقع شرق السكة الحديد على شارع تقريبا 25 متر. على شارع 25 متر. ويتم تخصيص البناء عليها مساحة قد ايه؟ 850 متر قاعة العبادة والصلوات 850 متر، ثم سكن ومكتب للراعي ملحق بالقاعة. هل فعلا المحافظة ستقوم بدفع نفقات الكنيسة بأكملها؟ وعد سيادة المحافظ بعد اجتياز الرسومات بالموافقة، حوز الرسومات على الموافقة من المحافظة، استصدار قرار جمهوري من اللجنة الوزارية المسؤولة عن تطوير الأقصر، والبدء في في تنفيذ المشروع بتمويل من المحافظة. يعني هيبقى في تعاون مشترك بين الكنيسة الإنجيلية ومحافظة الأقصر في التصميم، يعني الكنيسة أو سندس النيل سوف يقوم بعمل تصميم للكنيسة أو القاعة،
وسوف بالاشتراك مع الاستشاري أو المسؤولين في ديوان المحافظة بعمل ذلك. احنا كطائفه انجيليه هنختار مهندس استشاري يقوم بعمل رسومات ثم نعرضها على المكتب الفني الهندسي في محافظه الاقصر، وبعد اعتماد الرسومات سوف نبدا في التنفيذ، على ان كما وعد سيادته على ان لا نترك هذا المكان، سيظل مفتوح للعباده حتى نبدا الصلاه هناك. وهذا شعور رائع وطيب من سيادة المحافظ أننا سنظل نصلي حتى تنتهي المباني والتشطيبات في المبنى الجديد. يعني وعد سيادة المحافظ دكتور سامي فرج أنه سوف تقام صلوات في الكنيسة الإنجيلية ولا يتم إزالتها إلا بعد استلام الكنيسة أو استلام الكنيسة الجديدة. فعلا وعد سيادته قال احنا مبدأنا الاول مش هنهد مساجد ولا كنائس قبل ما نبني بديل ليها وتقوم فيه الصلوات قبل ما نهد المكان. وده شعور كويس، يعني احنا دي حاجة نشكر عليها سيادته جدا، وشايفين انه ده رعاية أب لأولاده في البلد واهتمامه بوجودنا وضرورة إنه نعمل مبنى زي ما قال سيادته بالظبط نفتخر بيه كلنا في الأقصر. وبكده يعتبر زالت جميع المشاكل السابقة يعني إن شاء الله. وجود سيادة المحافظ شرف كبير، ما يبقاش في مشاكل بعديه ولا قبليه تاني. يعني وجود سيادة المحافظ وجودنا قدامه ده شرف كبير، يبقى مفيش حاجة اسمها مشاكل ان شاء الله. واحنا بنشكر قس، وان شاء الله نتابع الاحداث خطوه بخطوه. شكرا لك. شكرا.